صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو نتوما في اتم الصحه والعافيه. اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد الطاجين يعني مغربي 100%. طاجين زوين، طاجين سوسي. تحيه لاهل سوس. كيجي بنين، مقادير يعني بسيطه، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. العطريه قليله فيه، يعني بحال غادي طيبي الطاجين ديال اللحم بالبرقوق، ولكن هذا بطريقه جديده، يعني طريقه مختلفه، ماشي بحال الطواجنات العاديين. هذا الطاجين يعني مختصين فيه الجهات ديال سوس. وبغيت نشارك معكم الطريقه. بالنسبه للبنات المقادير، عندي هنايا انا درت دجاجه ماشي بلديه، هذا كروازي، حتى هو كيجي زوين. ومن الاحسن يعني هذا الطاجين هذا الا كان بلدي كيكون رائع المذاق ديالو. ولكن في حاله الا ما بغيتيش ديريه بالدجاج البلدي، حيت الدجاج البلدي شويه غالي، تقدري ديريه باي نوعيه ديال اللحم، سواء بالدجاج العادي الرومي او لا ديريه بالبقري ولا بالغلمي اللي بغيتي نتيا. بالنسبه للبصله، عندي هنا البنات انا ديجا شللت هنا واحد البصيله كبيره، وعندي معاها واحد 3 ضريسات نتاع الثومه درتهم لتحت ومن الولا. بالنسبه للعطريه، عندي سكينجبير، الخرقوم، وعندي البزار، عندي زعفران شعره، وإلا ما عندك زعفران شعره تقدري ديري زعفران داما. عندي هنا مزيج ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. البرقوق، شويه ديال البرقوق، شويه ديال الزبيب، عاوتاني شويه ديال المشماش المجفف. عندي هنايا 2 حبات صغار ديال الطماطم، ولا عندك كبيره ديري حبه كبيره، ديريها كرونديلات. عندي كذلك بصله كبيره، ولا ما عندكش بصله كبيره ديري 2 موين شلدهم حتى هما دوائر. عندي هنا مزيج ما بين القزبر والمعدنوس، وعندي واحد 2 عويدات ديال القرفه والملح بطبيعه الحال. ندوزو على بركه الله الطريقه، يعني طريقه سهله. غادي ندير هنايا دابا العطريه كلها، ندير على حساب واحد المعلقه ماشي بومبي ديال سكينجبير. البنات هاد الطاجين تقريبا بحال الطاجين ديال اللحم بالبرقوق. ندير نص معلقه ديال الخرقوم، كذلك البزار انا ما كنكثرش البنات، غادي ندير على راس المعلقه الكبيره. عندي الملحه حسب الذوق، يعني كل وحده وشحال كتبغي دير القياس ديال الملحه. انا غادي ندير دابا شويه ومن بعد غادي نصحح الذوق. العويده ديال القرفه، وإلا ما عندكش العود ديال القرفه تقدري ديري واحد غير نص معلقه صغيره ديال القرفه، ما تكتريش. وغادي ندير على حساب كاس الا ربع ديال مزيج ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. البنات اهل سوس، الناحيه تاع سوس راه ما كيديروا لا زيت الزيتون لا زيت المائده، كيديروا زيت اركان، وحنا ما عندناش متوفر في هذه الجهه. غادي نديرها غير وكتجي بنينه، يعني كنديرها بزيت الزيتون او زيت العود مع مزيج ما بيناتهم، ما بين زيت المائده وزيت الزيتون، كيجي مذاق زوين. دابا شنو غادي ندير البنات؟ غادي نشحر هاد المقادير ونتلاقاو بعد قليل. البنات من بعد ما قليت البصيله مع الثومه مع الدجاج ديالي، هانتوما البنات شي خطه كتبقاو دوك الزغيبات ديال الدجاج. دابا غادي نضيف البنات، بالنسبه الى درتو الدجاج الرومي غادي ديروا كلشي في خطه واحده، يعني المراحل. من بعد غادي تشوفوا المراحل اللي غادي نديرهم. دابا غادي نزيد داك شويه ديال زعفران شعره، وانا قلت لكم الا ما كاين زعفران شعره ديروا زعفران دامه وحده. انا بالنسبه ليا البنات هاد الدجاج كياخذ شويه الوقت في الطياب. دابا ما غاديش نزيد البصله والطماطم داكشي الاخر اللي باقي لي. غادي نضيف كاس ديال العنبه ديال الماء، وغادي نخليه واحد نص ساعه حتى شويه الدجاج يدخلوا الطياب، لان قلت لكم هذا النوع تاع الدجاج كياخذ شويه سيرتو من يكون كبير كياخذ الوقت في الطياب. انا غادي نخليه يدخلوا الطياب واحد نص ساعه، عاد نزيد المكونات الاخرين. نتوما الا درتو الدجاج الرومي ديروا كلشي بخطه واحده، من تشحروا هكا الدجاج زيدوا الاضافات الاخرى تاع الطماطم والبصله وهاد الفواكه الجافه، المشماش، البرقوق، الزبيب، وباقي البنات حتى الزيتون. انا الزيتون مازال ما قلعته من الماء حتى نبغي حتى التالي عاد نديرو فوق الطاجين. البنات دابا غادي نخليه نص ساعه ونتلاقاو باش نكملوا الطويجين ديالنا. صافي البنات، من بعد ما دازت قولي ساعه قل 4 وانا مخلياتو يطيب، حيت شويه عندي هاد الدجاجه يعني كبيره، خدات الوقت تاع ساعه قل 4 باش دخلها الطياب. دابا غادي نستف هاد الدوائر ديال البصله. كعارف البصله كطيب دغيا على داكشي. ضروري البنات الا كان عندكم اللحم يعني كبير ولا طريفات كبار اولا الدجاج بلدي، ضروري طيبوه شويه قبل، واحد نص ساعه ولا ساعه قل 4 حتى يبدا يدخلوا الطياب.
غادي نستف بهذه الطريقه. يعني طريقه سهله وكتعطي واحد النتيجه رائعه. كذلك يعني الطماطم، وما غاديش نزيد دابا الماء حيت باقي شويه د الماء في هذا الطاجين، والخضره كذلك كتطلق الماء. صافي. دابا غادي نبدا نزيد نرش هاد شويه ديال القزبر المعدنوس اللي بقى لي. دابا غادي نبدا نستف هاد الفواكه الجافه. البرقوق باين لي شويه عندي بزايد، غادي يمكن نقص شويه ولا نديرو. المهم غادي نشوف. بالنسبه للبنات البرقوق ولا المشماش، الا ما عندكمش المشماش تقدروا تستغناو عليه. المهم تقدروا ما ديروش حتى 3 ديال الفواكه يعني الجافه، تقدري ديري اللي عندك في الدار ولا اللي تبغي تشريه. ندير فوق هذا المشماش. هاد الطاجين البنات يمكن غادي يجيكم شويه يعني ماشي المعتاد ديالكم، ولكن غادي يجي بنات بنين رائع. يعني تقدري ديريه لوليداتك ولا يكون عندك ضياف هكا في الدار تقدري ديريه. غادي ندير الزبيب اللي غسلته، صافي بهذه الطريقه. يعني كلشي غادي نديرو باش نرجع يطيب. غادي ندير واحد العويد ديال القرفه، وغادي ندير دابا واحد شويه ديال العسل. ما عندكش العسل تقدري ديري غير سنيده. المهم هاد الطاجين البنات كيجي ما بين الملح والحلو، ولكن البنات كيجي واعر بزاف. يعني نتمنى تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير. يعني طويجنات نتاع بلادنا المغرب الحبيب، يعني عندنا طويجنات زوينين، وعلاش لا ما نشكلوش يعني طويجنات في ديورنا. كل خطا نطيبوا حاجه، ماشي دائما غير بطاطا هاد العاديين يعني جلبانه الاخر. نقدروا نشكلوا واحد اطباق في ديورنا زوينين لوليداتنا ونحبوهم في هاد الاطباق البلديه. صافي. دابا غادي نرجعوا فوق النار. غادي ندير النار مهيله، وغادي البنات البصله ومطيشه غادي حتى هما هاد الخضر كيطلقوا الماء مباشره. من يطلقوا الماء شنو غادي ندير؟ غادي نبدا نحل على الطاجين ونهز من القاع ديال الطاجين ونكبوا على هاد البرقوق المشماش الزبيب باش حتى هما كيدخلوا من البنه ديال هاد الطاجين، ونتلاقاو بعد قليل. البنات صافي دابا راه قريب يطيب. هانتوما صافي المرقه تلبنت، خليتو على المهره اللي درتو البنات على الشمعه. هانتوما يعني درتو على الشمعه. هانتوما باش يطيب على خاطرو وياخذ حقه في الطياب ويجي بنين. شفتوا البنات؟ هانتوما البرقوق ها هو تعسل، المشماش، البصيله، الزبيب. كتبقى كما قلت لكم كنشد من المرقه ونحطها عاوتاني من الفوق باش كلشي كيتبنن. البصله، المطيشه. اسمحوا لي شاده بيد التليفون وكنصور. يعني كنهز من المريقه. شوفوا المرقه البنات صافي تقريبا راني غادي نطفي عليه. البنات الزيتون ما غاديش نديرو دابا حيت راه فيه حتى الزيتون. هاد الطاجين سوسي انا الزيتون ما كنديروش حتى نطفي على الطاجين وندير دوك الحبيبات اللي غادي نزيدهم ديال الزيتون باش ما كيتكمش. البنات هذا هو الطاجين ديالنا. هانتوما كملت له التزيين. يعني بغيتو ديروا هاد الطريقه اللي زينت بها انا ديروها، ما بغيتوش خليوها يعني غير كيف الاول بالبرقوق المشماش هكا الزبيب او اي. مهم بالنسبه لهادشي الفواكه الجافه ديروا اللي بغيتو. هانتوما البنات يعني كتجي المرقه ملبنه، يعني ما كتخليش المرقه فيها بزاف باش كتجي لذيذه. دائما كما وريتكم في الفيديو النار مهيله. من كديروها البصيله، المطيشه، هاد الفواكه الجافه خليو النار مهيله باش الطويجين ياخذ حقه في الطيب ويجي بنين. انا زينته بشويه ديال البيض هكا، تقدروا ديروا حتى بيض السمان.
زدت شويه ديال الزيتون. راني قلت لكم البنات الزيتون انا ما كنديروش في الاول، يعني ما كنديروش ملي كندير البرقوق ولا الاخر، حتى كنطفي الطاجين ديالي باش الزيتون كيبقى هكا شاد الشكل ديالو زوين ما كيتكمش، لان الا زدتي له واحد المده كثيره تاع الطياب كيتكمش الزيتون وكيتبدل المنظر ديالو. ها نتوما الشكل ديالو، ها نتوما البنات. نتمنى يعجبكم هذا الطبق ديال اليوم، طبق زوين، طبق سوسي يعني 100% وكيجي لذيذ البنات. انا اول خطه كنت درتو يعني حتى انا جاني شويه فضول ان الملح مع الحلو، البرقوق، البسله، المطيشه، ولكن من درتو يعني ولا عندي ادمان. ضروري خاصني نديرو خطره ولا خطره بعدا في الشهر، كيجي لذيذ بزاف. كنلقاوه يعني في هكا في الريستورون يعني في الغرب، مراكش، اكادير، هاد النواحي كلشي كيديروا هاد الطاجين هذا. ودائما كما قلت لكم تهزوا المريقه ملي كتكون يعني هاد الفواكه الجافه كتعسل، هزوا المريقه وكبوا عليها باش كتجي بنينه. نتمنى يكون عجبكم الطبق ديال اليوم، ولا عجبكم ما تنساونيش بالبارطاج مع الاهل والاصدقاء، واللي عاد دخل القناه ديالي ما يبخلش عليا بالاشتراك، تفعيل الجرس باش يوصلوا جميع وصفاتي. دمتم سالمين والى اللقاء.